معلم السينما المصرية عبد العزيز خليل، زعيم العصابة في نشيد الأمل سنة 37، معلم عتر في العزيمة سنة 39، هنداوي في ممنوع الحب والدكش في المتهمة سنة 42، العمدة في شارع محمد علي سنة 44، تاجر الجواري في سلامة، والمعلم مدبولي في المظاهر، مدير الكباريه في مجد ودموع سنة 46، سالم العطار عم ليلى في خاتم سليمان سنة 47، المعلم دبور زعيم عصابة خطف الأطفال في ياسمين سنة 50، والمعلم إبراهيم في فتوات الحسينية سنة 54، إبراهيم أبو علوان في سبيل الحب سنة 55، أبو جابر في باب الحديد سنة 58، آخر فيلم في مشواره الكبير الله أكبر سنة 59. ممثل قدير أثبت إن مفيش دور كبير ودور صغير، لكن في ممثل كبير وممثل صغير. اسمعوا، أنا في نفسي كلمة بدي أقولها لكم. ما تفتكروش ان انا معلم العطر الجزار ولا عنتر التربيد، لا، ده انا واحد افندي هم الوهدومي. لا بالبدله ولا هي باللاتة، جدع. عبد العزيز خليل فنان قدير من رواد التمثيل والإخراج في مجال المسرح، ورائد من رواد التمثيل في مجال السينما. عبد العزيز خليل من مواليد 26 مايو سنة 1887. عبد العزيز خليل خريج كلية الهندسة، وكان شغال مهندس في هيئة السكة الحديد جنب هوايته الفنية. بعد ما احترف في مجال الفن اضطر يقدم استقالته عشان يتفرغ للفن. كان بيجيد الانجليزي والفرنساوي والايطالي والالماني والروسي، واشتغل فترة مترجم فوري للملك. ملامحه حادة وشرسة ونظراته قوية أهلته لأداء أدوار الشر. بدأ حياته الفنية سنة 1908 كهاوي في فرقة الشيخ سلامة حجازي. نجمة المسرح الفرنسية العالمية سارة برنار تنبأت له بمستقبل كبير في مجال الفن، وده شجعه انه يكمل. سنة 1912 انضم لفرقة جورج أبيض اللي برضه تنبأ له بمستقبل فني كبير. سنة 1915 منيرة المهدية أسست فرقتها المسرحية ورشحته انه يبقى مدير فني للفرقة. أخرج للفرقة عدد كبير من المسرحيات والأوبريتات الغنائية. بعدها بقى مدير فني لفرقة إخوان عكاشة. في المسرح انطلق في مجال الإخراج والتمثيل لدرجة انه كان بيدرب بعض الفرق المسرحية تمثيل. قام ببطولة مسرحيات كتير واخرج مسرحيات كتير في فرق مسرحية مهمة. بدأ في السينما سنة 28 في فيلم سعاد الغجرية، كان فيلم صامت اخراج مخرج ايطالي اسمه جاك شوتز، كان عامل فيه دور بطولة مع فردوس حسن اللي اتكلمنا عنها في حلقة. توالت اعماله السينمائية اللي قلنا بعضها، وكان اخر اعماله في السينما سنة 59 فيلم الله اكبر اخراج ابراهيم السيد، كان فيه زهرة العلا ومحمد الدفراوي وعبد الوارث عصر. ورغم تاريخه للأسف ما خدش حقه، وعمر ما حد فكر يكرمه رغم أهميته في تاريخ الفن. اتوفى الفنان القدير عبد العزيز خليل يوم 11 فبراير سنة 69 في صمت لا يليق بتاريخه، الله يرحمه.